السادة ممثلات وممثلي وسائل الإعلام، الإخوان والأخت الإخوان النواب البرلمانيين المحترمين، أعضاء لجنة مراجعة نظام الداخلي اللي حاضرين معنا، اللي هي إحدى صفاتهم لأنهم صفة أخرى ولكن يحضرون بيننا اليوم بهذه الصفة. أرحب بكم جميعا. نحن جد سعداء أن نعقد هذا اللقاء الصحفي. هدفه أو الهدف الأساسي منه هو تسليط الأضواء والتعريف بالمستجدات والمقتضيات الجديدة التي جت في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب. وكان بودنا أن نعقد هذا اللقاء من قبل، لأنه النظام الداخلي أقره بطريقة نهائية المجلس الدستوري في نهاية الشهر الأخير، ولكن كثير من الالتزامات الأخرى الدستورية التي لها أسبقية مثل الجديد التشريعي ورأسها القانون المالية، وكذلك الذكرى الخمسينية اللي كان حدث مهم تابعته وكان له كثير من المناسبات، جعلنا نؤخر هذا اللقاء الصحفي لنخصص له الوقت الكافي لنتقدم لكم بكل ملاحظات وكل المعطيات المتعلقة بهذا النظام الداخلي. كذلك هذا التوقيت بالذات يعني يناسب من ناحية أخرى، من حيث كنا التزمنا كمكتب مجلس النواب أننا نهيئ قاعات الصحافة، اعتبارا أن نعتبر في مجلس النواب على أنه الصحافة هو شريك لنا، نعتبر الصحافة شريك في عملنا وليس فقط كوسيلة لنقل المعلومات يعني من كلتين الجهتين ما بين المجلس والمواطنين، لكن نعتبر الصحافة يعني هيكل يجب أن نتعامل معه بطريقة منتظمة. وكنا أعلنا عن شيء منذ البداية، وأعلنا عندي على هذا الرغبة أننا نحدثوا واحد القاعة للصحفيات والصحفيين اللي تشتغلوا في مجلس النواب. هذه القاعة الآن جاهزة، إذا نستثمر لقاءنا اليوم في الندوة الصحفية الجزء الأول، ثم ندعكم إلى تدشين هذه القاعة اللي غادي تمكنكم أنكم تشتغلوا في ظروف أحسن داخل مجلس النواب. إذا عندكم بين يديكم ملف صحفي فيه نقدم لكم يعني المكونات ديالته. فيه هذا العرض اللي غادي نقدم لكم الآن، طبعا ما غاديش نقدم لكم كل جزئية وتفاصيل لأنه طويل شيء ما. فيه الرسالة الملكية اللي قدمها اللي اشترك بها جلالة الملك في مناسبة الذكرى الخمسين اللي عندها علاقة بالموضوع. فيه الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب للنهوض بتطوير طريقة عمله هذه القرص المدمج هنايا الذي نوزعه لكم. وفيه كذلك نص البلاغ الصحفي الذي سيوزع عليكم، ونص النظام الداخلي كذلك اللي هو موجود داخل هذه هي المكونات ديال هذا الملف الصحفي اللي فيه كل المعطيات متعلقة بلقائنا اليوم. بإذن الله سمحتوا هذا اللقاء غنحاولوا يعني يدوم واحد الساعة أو ساعة وربع. غندير هذا العرض اللي غادي نحاول ما أمكن ما نتعداش فيه واحد 20-25 دقيقة، نمر عليه بسرعة، اللي كانت أمور أخرى يعني بطبيعة الحال باش يكون تفاعل والأسئلة وتتاح الفرصة للإخوان الحاضرين باش يطرحوا أسئلة. إذا أمامنا الفهرس ديال هذا الملف. إذا أولا غنقدم تقديم الخطة، نقدم الخطة الاستراتيجية لتطوير عمل مجلس النواب. نذكر بها، سبق أنني قدمت بعض الخطوط العارضة، لكن ضروري نقدموا بعض يعني الملاحظات المتعلقة بها لأنها ارتباط وطيد بالنظام الداخلي. سأذكر بنص الرسالة الملكية لأن كذلك أشرت لهذا العمل. ثالثا منهجية إعداد وصياغة واعتماد النظام الداخلي الجديد. أخيرا المراحل المتعلقة بالمراقبة الدستورية. وخامسا المحاور الأساسية للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب. عندما سنتكلم إذا سمحتم قبل ما نتقدم أكثر من ذلك اللي تنشوفوا في النقطة الثالثة منهجية إعداد وصياغة واعتماد النظام الداخلي الجديد، غادي تشوفوا على أنه هذه المنهجية كانت منهجية تشاركية طبعا بامتياز، أشرف عليها المكتب والفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، وانتدبت كل هذه الفرق ممثل عن كل فريق أو مجموعة نيابية
وهذا اللي يكون يعني لجنة مراجعة النظام الداخلي التي كانت منبثقة على لجنات مراجعة النظام الداخلي التي ينص عليها النظام الداخلي. الإخوان والأخت النواب الحاضرين بيننا هم الممثلين ديال هذه الفرق والمجموعات النيابية هي المدعوة طبعا هذا اللقاء، بعض منها مازال المجال والبعض سيلتحق. إذن هذا فقط لتقديم السيدات والسادة النواب اللي هما حاضرين بيننا. إذن أمر انطلاقا من خطة استراتيجية. هذه الخطة فيها طبعا ما غاديش نذكرها، راح نكون في الملف، ولكن غير باش نذكروا شنو هي الخطة. فيها 5 المحاور الأساسية: بروز برلمان قوي ومستقل كفيل بالتجسيد الفعلي لمبدأي فصل وتوازن السلطات المنص عليهما في الدستور. هذه مسألة أساسية، أنه البنك برلمان كمؤسسة مستقلة عن الحكومة تمارس سلطتها في إطار الاختصاص التي يخرج لها الدستور. ثانيا، تطوير فعاليات المجلس في القيام بمهامه، كل مهام التشريع، المراقبة، الدبلوماسية، كثير من الإصلاحات التي نحتاجها لتطوير هذا العمل بناء على التراكم الإيجابي اللي هو موجود. ثالثا، ما نقوم به اليوم انفتاح المؤسسة. المؤسسة تكون منغلقة على نفسها، منطوية على نفسها، ستكون منفتحة على المجتمع المدني، على النساء، على الرجال، على الشباب، على الفئات المهنية، على النقابات إلى غير ذلك. انفتاح البرلمان. رابعا، بعض القضايا الدقيقة التي جاء بها الدستور خصها تجسد وتكرس داخل البرلمان كوجهة ديال أو كواجهة عفوا على هذه التغييرات الأساسية: حقوق المعارضة، إدماج اللغة الأمازيغية، حقوق المرأة البرلمانية، الشباب إلى آخره. وخامسا، تكريس يعني تنسيق ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين في إطار برلمان واحد مكون من مجلسين كل واحد له اختصاصاته. إذن هذو هما 5 ديال الأهداف الأساسية. تنفيذ هذه الأهداف يمر عبر 5 المحاور. أولا، محور أفقي الأول: نهوض بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس. 3 المحاور عمودية: التشريع، المراقبة، ثم العمل الدبلوماسي. وخامسا، الجانب الأفقي الثاني والأخير وهو الانفتاح عن المجتمع بصفة عامة والتواصل. رسالة الملكية اللي شرفنا بها جلالة الملك في الذكرى ال50 والنص الكامل موجود في الملف أشارت إلى هذه الخطة الاستراتيجية. عندنا هنا الفقرات اللي ذكرت هذه الخطة الاستراتيجية، نذكر كلام جلالة الملك. وإننا لا نعتبر أن المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب والذي تم عرضه مؤخرا على نظرنا الثاني بمثابة خطوة واحدة في هذا الاتجاه وفكرة صالحة للبرلمان ككل، كما يشكل مرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه المؤسسة بما ينطوي عليه من تحفيز لأعضائها وجميع مكوناتها في اتجاه المزيد من المبادرة والابتكار. الفكرة الثانية من هذا المنطلق فإن الالتزام بهذا المخطط والحرص على تنفيذ ما يتضمنه من مبادئ ومناهج سيساهم بلا شك في تقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية للبرلمان وفي تحسين أدائه في التشريع والمراقبة وتعزيز انفتاحه وتواصله مع محيطه، وبالتالي في النجاح الولاية التشريعية الحالية التي يتعين عليكم معشر البرلمانيين أن تجعلوا منها خلال ما تبقى من المدة ولاية لتحقيق طفرة نوعية في الإنجاز التشريعي. إذن إشارة في كلمة جلالة في خطاب الملك السامي على أهمية هذه الخطة الاستراتيجية والأمال التي يمكن أن أعقدها عليها في تطوير العمل البرلماني، طبعا بناء على تراكم كبير والذي يشير إليه كذلك جلالة الملك يعني في تجربة طويلة ديال 50 سنة ديال العمل البرلماني. صورة هنا فقط لعرض تقديم يعني هذه المذكرة لصاحب الجلالة. هذه الخطة الاستراتيجية اللي هي خطة أساسا يحملها المكتب، هي خطة ديال الجميع في مجلس النواب، لكن يحملها مكتب مجلس النواب ويظهر على تنفيذها مكتب مجلس النواب. معنا على بالمناسبة أخ اللي هو السيد الرحول هو عضو مكتب مجلس النواب، عندنا كذلك رئيس فريق الحماية السيد رشيد ركبان بالمناسبة الخطيب السيد العرج هو مدير فريق الرئيس رشيد ركبان رئيس فريق التقديم الديمقراطي تعرفوه الثاني
من طريق صلاح بن عصارة، كان سابقا رئيس لجنة البنيات الأساسية، عضو محاسب في المكتب وممثل العدالة والتنمية، وخبر رجال الاتحاد الدستوري، وسي حسن طريق ممثل للفريق الاشتراكي. إذا الآن هذا يعتبر العلاقة ما بين النظام الداخلي وهذه الخطة. هذه الخطة ملي تنشوفوا يعني المحاور كتقسم إلى أوراش عملية، محاورية عامة، ولكن الأوراش هي عملية، لها بداية لها نهاية، لها يعني دفتر تحملات، أهداف مدققة إلى غير ذلك. ضمن هذه الأوراش أحدها هو نظام داخلي، أحد هذه الأوراش هو نظام داخلي، ولكن أكثر من ذلك كل الأوراش إذا نتكلموا بهذه الخطة عندها يعني قراءة قانونية أو عندها تأثير قانوني. هذا التأثير القانوني لهذه الأوراش نجده في نظام داخلي، أي أنه النظام الداخلي هو بحال واحد الإسقاط القانوني ديال الخطة الاستراتيجية. هذه الخطة الاستراتيجية ما عندهاش غير جانب قانوني، ولكن الجانب القانوني هو هذا النظام الداخلي. النظام الداخلي بحال العمود الفقري الناحية القانونية ديال هذه الخطة الاستراتيجية. إذا هذا اللي علاش هذا الشيء كله طبعا الجانب القانوني لا يكفي، ما يمكنش يعني فقط يدار السنة على قانون. كاين واحد الجانب العملي ديال البلورات ديال المواكبة ديال التنظيم إلى آخره تيكون حتى هو أساسي، ولكن بدون الأساس القانوني للإجراء ما يمكنش نشرعوا طبعا في التطبيق. إذا تنمروا الآن للنظام الداخلي، منهجية إعداد وصياغة هذا النظام الداخلي بحال السبق اللي وديت سابقا. تفضل أسي شغيل. هي مقاربة تشاركية بامتياز على 4 الآليات الأساسية اللي اشتغلنا بها. أولا لجنة مراجعة النظام الداخلي وفق النظام الداخلي، هي مكونة من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة. ثم انبثق عنها لجينة، الأعضاء الحاضرين هما معنا واحد الأنصاري تيمثل الفريق الاستقلالي، واللي هو كذلك نائب الرئيس وعضو المكتب، يعني عضو كذلك لهذه اللجنة. ثالثا بعض الأمور التي لها طابع سياسي تم نقاشها والبحث على توافق فيها مباشرة مع السادة رؤساء الفرق أثناء الاجتماعات التي خصصت لذلك. وأخيرا طبعا الاعتماد القانوني والتصويت كان في الجلسات العامة وحظية كل يعني المحطات اللي مرينا على مستوى الجلسات العامة. التصويت كان دائما بالإجماع. إذن شارك كل نائب برلماني في تحضير هذا النظام الداخلي. بعض الأرقام على المجهود اللي تبذل. لجنة مراجعة النظام الداخلي كان فيها 6 الاجتماعات وعدد الساعات العمل 30. لجنة منبثقة عن لجنة مراجعة النظام الداخلي عدد الاجتماعات 25 اجتماع وعدد الساعات العمل 90 ساعة ديال العمل، هذه اللي شرفت على الصياغة. رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، النقاط اللي كان فيها اختلاف الرأي تم الفضل ديالها في إطار الاجتماعات 15 اجتماع و45 ساعة للعمل. المجموع 46 اجتماع و165 ساعة من العمل. إذن مجهود كبير يعني للوصول إلى صياغة توافقية، وتوافق شيء أساسي في مثل هذه الأمور، لأنه هما قواعد العمل وقواعد اللعبة، وبالتالي من الإيجابي جدا لم نقل من الضروري أن نتفق يعني على هذه القواعد في تفعيل العمل البرلماني. رابعا المراقبة الدستورية. طبعا أي نظام داخلي ما يمكن يكون يعني قابل للتنفيذ إلا بعد موافقة المجلس الدستوري. هذه المراجعة الثانية عرفت محطتين، وحدة 22 غشت مع التصويت في فاتح غشت، حكم بدستوريات نسبة كبيرة من المواد، ولكن بعض المواد وعدد لا بأس به اعتبره غير دستوري. إذا راجعنا هذا النظام الداخلي وصححنا هذه المواد وطرحناها للتصويت، واعتمده مؤخرا 19 نوفمبر 2013 وقضى القضاء الدستوري بدستورية كاملة للنظام الداخلي. مهم أننا بعد هذا المسلسل الطويل أنه يكون على مستوى مجلس النواب نظام داخلي جديد يتماشى مع الدستور الجديد، لم يقتصر فقط على مراجعة قانونية محضة في الحال اللي عملنا في المراجعة الأولى، ولكن مشى أبعد من ذلك
وعكس يعني واحد الرغبه في اصلاح سياسي عميق اللي ينسجم مع الروح ديال الدستور وكل الوعود يعني الموجوده في هذا الدستور كما قلنا بروز برلمان في مستوى يعني اللحظه وفي مستوى دستور 2011. والان هذا النظام الداخلي يعني حظي بقبول كلي للمجلس الدستوري، وطبعا شرعنا منذ ذلك الوقت في تفعيله. المحاور الاساسيه ديال هذا النظام الداخلي طبعا هنا كاين واحد المزيج من المواضيع، كاين واحد 12 موضوع اللي اختارينا ما تيغطيش 100% من المقتضيات ديال النظام الداخلي، تيغطي 100% من المستجدات، وتيغطي كذلك كل ما هو متعلق بالدستور الجديد. يعني اختارينا هنا المواضيع اللي فيها جديد وفيها اصلاح واللي فيها بعض منها فيها تذكير، ولكن باش تعطي واحد النظره شموليه ديال القراءات ديال النظام الداخلي. اذا نحاول نسرع واحد شويه دابا في المضمون. اذا المحور الاول اصلاح نظام الاسئله، هذا شرعنا في التطبيق ديالو. كاين الاسئله الشفويه الانيه التي تليها المناقشه، الاسئله الشهريه الموجهه لرئيس الحكومه، التحدث في موضوع عام وطريق. هنا تركزوا معايا على هذا يعني هذه الورقه اللي هنا، حيث انه مراجعه جلسه الاسئله حاولنا نصححوا فيها كثير من الانتقادات اللي كنا تنتلقاوها من خلالكم ديال المواطنين على انه جلسه الاسئله جلسه روتينيه، جلسه نمطيه، شيء ما ممله الى اخره، طويله الى غير ذلك. فحاولنا هنايا نجيبوا واحد النظره جديده لهذه الجلسه، وهذا الشيء طبعا يطبق. الا بغينا نشوفوا الافكار الاساسيه ديال هذه المراجعه اللي غنشوفوا كيف يبان. اولا ترشيد وعقلنه الزمن البرلماني، هذه مساله اساسيه. الوقت هو بندهر دائما في البرلمان هو اكثر من بندهر، لانه الوقت هو الذي يعني يحدد الامكانيه في الكلام، الامكانيه في العمل، وبالتالي ترشيد استعمال هذا الوقت شيء اساسي. وغادي نشوفوا كيفاش يعني هذا المورد اللي كنعتبروه مورد ثمين ونادر، يعني ما خصش يعني يكون فيه نوع من الضياع. اذا هذه الفكره اساسيه غادي نلقاوها في كثير من القضايا. الرفع من فعاليه ونجاعه الجانب الرقابي، هذه جلسه الاسئله ما نعملوا شيء لشيء اخر من غير مراقبه الحكومه، اذا تيخصنا يبان اننا نراقب الحكومه بنجاعه بفعاليه. وثالثا الاهتمام بالمواطن واللي المتلقي، هذاك اللي تيتبع هذاك برنامج عمل خاص يعني يحضر بواحد النوع ديال الاهتمام ويشوف فيه واحد الجاذبيه باش ينخرط ويتبع هذا الامر هذا. اذا راجعنا امور باش تكون تلقائيه اكثر هذا او اكبر في هذه اللقاءات. بعض الانتقادات تقول انه الاسئله المكتوبه، الاجوبه المكتوبه، التعقيب المكتوب، كانه كل شيء مصطنع من قبل. كاين فرق ما بين تحضير جلسه وان تكون الجلسه كانها مرات قبل ما تكون الجلسه. اذا خص يبقى واحد الطابع تفاعلي ديال المفاجئ شيء ما ديال التلقائيه اللي تيخلق واحد النوع ديال الحدث في الجلسه، طبعا في اطار التنظيم، في اطار القواعد. اذا هذوما ثلاثه العناصر: ترشيد وعقلنه الزمن البرلماني، الفعاليه والنجاعه، والجاذبيه ديال هذه الجلسات. اذا الان غنشوفوا هذه الامور كيف تجسات. اذا اولا كاينه برمجه سنويه للقطاعات الحكوميه. اذا قسمنا الحضور ديال الحكومه على 3 أسابيع بطريقه قاره. هذه فيها ترشيد حتى للحكومه، حيث انه الوزير الان مجبر بالحضور يعني مره في الشهر، ماشي بالضروري باش نعرضوا عليه كل اسبوع، هو عنده وقته ثمين، وبالتالي يعني خاصو يحضر وهو مجبر بالحضور. ما تمكنش يعني يكون عنده اعذار، طبعا اعذار اذا كانت زيارات ملكيه او مهام في الخارج الى اخره، ولكن غير هذه الاعذار لا بد ما يكون حاضر. وهذا برنامج سنوي، فبالتالي يعني ما تيمكنش انك تعمل واحد الموعد مع واحد سنوي يعني 6 شهور قبل او 3 شهور قبل او هذا، تيمكن تكون عنده هو الفرصه باش ينظم راسو وباش يحضر بطريقه اجباريه. اذا هذه فيها اجباريه الحضور وفي نفس الوقت عقلنه الحضور والوقت. اذا 3 أسابيع الاولى هكذا تتمر. تخصص جلسه الاسئله نهار الثلاثاء، يوضع رهن الاشارات الى وجد الاسئله الرقابيه بتعهدات الحكومه. هذا اجراء كذلك مهم، حيث انه الوزراء احيانا الجلسات يتعهدون بالتجاوب مع بعض الاسئله. هذه التعهدات
كانت قبل كتبقى يعني موجوده ولكن في الذاكره ديال الناس. الان يعني المجلس غادي يبقى يحصيها ويتبعها ويوضعها رهن اشارات النواب باش يمكن لهم يتبعوا مدى تفاعل الحكومه بهذه او مدى تفعيل هذه التعهدات ومدى تفاعل الحكومه بهذه التعهدات. عندكم اللائحه ديال الوزراء، اذا كل وزير يمكن يعرف انه في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث. تشوفوا في البرلمانات راقيه في مستوى العمل البرلماني كله منظم. الاثنين الصباح شنو كاين، ثلاثه في العشيه كل شيء منظم، كل حاجه حتى الوقت اللي تيدوزو البرلماني في الدائره ديالو تيكون معروف ومحدد الى اخره. اذا التطوير يعني بحال تنمشيو في هذا الاتجاه ديال واحد لاجندا برلمانيه اللي غادي تتطور وتولي شبه قاره لكثير من الامور. الغلاف الزمني يعني تم التقليص ديالو الى ما بين ساعه ونصف وثلاث ساعات، والان المده الزمنيه اعتمدناها هي ساعتين. اذا حتى هي فيها النجاعه، بحيث انه سابقا كان 3 ساعات ونصف ولا ساعتين. هذا امر مهم، يعني ان نمر من 3 ساعات ونصف الى ساعتين شيء يعني مهم، وفيه التفكير في المواطن. لانه الفكره هنا انه المواطن يمكن يتبع الجلسه من البدايه الى النهايه، بحال واحد الشريط، بحال واحد الفيلم طويل شويه، ولكن يمكن ان 3 ساعات ونصف ربما لن يهتم الا بسؤال الذي يهمه او نائب الذي يهمه او موضوع الذي يهمه. المده الزمنيه في الاسئله سابقا كانت 3 ديال الدقائق قاره، الان كيحددها كل فريق، والنائب اللي تيطرح السؤال يمكن له يحدد المده الزمنيه ديال السؤال، وما تينقصش اقل من دقيقه. ولكن تيمكن له الا كان السؤال بغى يخصص له 5 دقائق يخصص له 5 دقائق، الا كان سؤال باغي فقط يشير لواحد الموضوع يتلقى الجواب يمكن يختصر بدقيقه واحده. اذا من 6 دقائق للسؤال يمكن تراوح ما بين كذا وكذا، ولكن الاقل هو دقيقتين، دقيقه للنائب دقيقه للوزير. اذا طبعا الحصه اللي كتخصص الوزير والنائب كتخصص الوزير، ويمكن طبعا النائب يستعمل الوقت ديالو كما يشاء. كاين واحد المرونات في استعمال الوقت عند النائب. كذلك حصه ديال الجلسه اللي هي تقريبا الخمس، هو الحقيقه على الاقل الخمس نخصصوها لما سميناه التعقيب الاضافي، اي انه النائب تيطرح السؤال من الفريق، الوزير تيجاوب. سابقا كان التعقيب ثم رد على التعقيب، الان من بعد يعني جواب الوزير او تعقيب النائب طرح السؤال او نائب اخر من نفس الفريق، يمكن فريق اخر يدخل على الخط ويطلب يعني تدخل بعفويه وتلقائيه بناء على الكلام اللي كان، ويمكن له يعقب على الوزير ويضيف معطيات اخرى. وهذه تنفذت في هذه المرحله وعطت نتيجه مهمه وخلقت واحد الحيويه. لانه احيانا يمكن مثلا باش ما يبقاش يعني الجلسه عباره على سؤال جواب ما بين نائب ووزير ومغلوقه على من يطرح السؤال ومن يجيب، والاخرون يتابعون ويشاهدون هذاك ليشونج، هذاك التبادل اللي كاين. الان كل سؤال مناسبه لاي نائب انه يعني يطلب الكلمه ويتدخل فيها، وهذه فيها حتى جاذبيه بالنسبه للنواب، لانه عدد 395 نائب ملي تيكونوا راه 30 غادي يتكلموا، يعني الدور ديال النواب الحاضرين ضعيف، تتبع مزيان ولكن التدخل احسن. بالتالي هذه خلقت حتى هي جاذبيه بالنسبه للنواب. الاسئله الانيه، هذوك الوزراء يمكن مثلا تكون شي قضيه انيه ما تشمل هؤلاء الوزراء، عندنا الحق ان نضيف اسئله يعني في حدود 3 وزراء اخرين غير ذلك الوزراء الذين تعنيهم البرمجه. الاسئله التي تليها مناقشه هذه فقط للتذكير كما كانت، لم يتم عليها تغيير. هنا نشوفوا مثلا غير في الورقه ديال البرنامج ما بيناش مزيان، ولكن غتشوفوها يعني في الملف. هذه الورقه البرنامج كيف كانت قبل، فيها عدد الاسئله، كنا كنوزعوا الاسئله، كل فريق عنده 5 اسئله، هذا عنده 7 اسئله، والاسئله تساوي 3 دقائق. وهذا الشيء اللي كان في الورقه، والقطاعات اللي هي مبرمجه كانت تغير هذه القطاعات كل اسبوع. الان الورقه تغيرت، هي تشوفوها ان شاء الله في الملف، غتشوفوا بانها كل فريق عنده اولا
عنده مدة زمنية، كل فريق عنده مدة زمنية، وعنده مدة زمنية بالنسبة للتعقيب الإضافي. كل سؤال مثلا ندخلوا داخل كنشوفوا كل سؤال عنده مدة زمنية. هذه المدة الزمنية اللي قبل كانت كتحتسب بالدقيقة الآن تتحسب بالثانية، يعني هذا هو معيار. يعني الوحدة ديال القياس كانت دقيقة أو 3 دقائق، دابا الوحدة ديال القياس هي 5 ثواني، هي 5 ثواني. هي هذه وحدة القياس اللي تبين واحد الاهتمام بالوقت، لأنه الآن النائب البرلماني هذيك الحصة الزمنية يمكن له يترجمها إلى سؤال أو تعقيب أو كذا. هذا الرسم هذا كيبين الارتفاع في المردودية ديال الجلسات. سابقا كانت عندنا 3 ساعات ونص، اللون الأخضر هو عدد الأسئلة في الساعة، نوع من المردودية، عدد الأسئلة في الساعة. كانت قبل 30 سؤال في 3 ساعات ونص، ملي كتقسم 30 سؤال على 3 ساعات ونص كتعطي 8 الأسئلة فاصلة 6 كمعدل في الساعة، 8.6 سؤال في الساعة. الآن الجلسة أقل، فيها ساعتين، ولكن يعني أقل بكثير، ولكن عدد الأسئلة الكثافة الأسئلة أكثر، 12.5 سؤال في الساعة. أنا سابقا كانت عندنا 30 سؤال في 3 ساعات ونص، دابا 25 سؤال في ساعتين. إذن إيقاع أكبر يعني في الجلسات الأسئلة. هذا تيبين هذاك الجانب ديال النجاح. الأسئلة الشهرية، النقطة الثانية الأسئلة الشهرية موجهة لرئيس الحكومة. هذه كذلك كان فيها كثير من النقاشات ما بين الأغلبية والمعارضة والحكومة. كل هذه النقاشات الآن تحسمات. هذا الشيء يتم اليوم الثلاثاء على غرار باقي الأسئلة. هذه الجلسة هذه منظمة بشكل أنه فيها أسئلة محورية، فعدد 2 الأسئلة المحورية وهو اللي تفاعل حتى الآن، ويمكن يكون سؤال الأغلبية وسؤال المعارضة، أو تتفق فرق الأغلبية والمعارضة على سؤال واحد. والجزء آخر من الجلسة مازال ما تفاعل، تعطي الإمكانية لفريق معين أن يطرح سؤال فردي لرئيس الحكومة ويجيب رئيس الحكومة. وهذا الجزء الثاني من الجلسة. هذا الأمر لم يفعل بعد، سيفعل في إحدى الجلسات المقبلة. تحدث في موضوع عام وطارئ، هذا ما نسميه بالإحاطة بين المزدوجتين. هذا الأمر كذلك كان فيه اجتهاد وأخذ ورد مع المجلس الدستوري. في نهاية المطاف عندنا الإمكانية حتى هي مازال ما تفعلت بعد أن نشير أو إلى بعض القضايا كنائب برلماني عنده الحق باش يتكلم في واحد الموضوع معين، ولكن تخصو يخبر الحكومة 24 ساعة من قبل، والحكومة خصها تقبل. هذا المجلس الدستوري رفض أن نفاجئ الحكومة بموضوع بدون سابق الإنذار. إذن الحكومة عندها الحق تعرف، ولكن 24 ساعة قبل إذا تخبر، وخصها تتفق، خصها تقبل أنها تجي تناول الموضوع، وثم يبرمج بالبث التلفازي في نهاية الجلسة. وللحكومة الحق أن تتفاعل مع هذه الأمور. إذن هذا في واحد النوع ديال يعني أخذ الجديد والبناء والإيجابي من مبدأ الإحاطة، لكن بديمقراطيات أكبر، بحيث تعطي الفرصة للحكومة باش تعطي وجهات النظر. إذن هذا مازال ما حتى هو ما تطبق. هذا علاش حنا عقدنا هذا اللقاء ديال اليوم، لأن بعض الأمور غتكون راحتو أنها تنفذات، ولكن أمور أخرى غادي تنفذ، وبغينا وسائل الإعلام والأخوات والإخوان الصحفيين يتابعوا يعني هذا التنفيذ، يعني المرحلة اللي غادي يكون. المحور الثاني مراقبة المالية العمومية. إذن هذا شيء مهم جدا، لأنه البرلمان طبعا نعلم ذلك يصادق على ترخيص بصرف الأموال، هو قانون الميزانية، قانون المالية، ولكن بعد هذا الأمر هذا لا يراقب كيف تم هذاك صرف الأموال وشنو هي الفائدة اللي حصل عليها المواطن يعني من بعد صرف تلك الأموال في إطار البرامج التي تحدثها الحكومة. هذه لجنة مراقبة المالية يعني تم إحداثها، وهي الآن لجنة تاسعة حتى هي الآن موجودة، وغادي نشوفوا إن شاء الله التفعيل ديالها. هذه اللجنة التاسعة كتفعل الفصل 70 ديال الدستور والفصل 148، بحيث أنه كتخدم في إطار شراكة مع المجلس الأعلى للحسابات. هذه اللجنة فيها 43 عضو،
كتحدد واحد البرنامج سنوي ديال المراقبه، كتقول هذه السنه غادي نراقبوا هذه المواضيع. هذه المواضيع كترفعها المجلس على الحسابات، المجلس على الحسابات في اطار البرامج ديالو كيضمنها في البرامج ديالو، كيعمل يعني المراقبه ديالو والزيارات ديالو والدراسات ديالو، كيرفع لنا التقارير كتمشي للجنه. في هذه اللجنه الجديده يستدعى الوزير المعني او الوزراء المعنيين، تتم المساءله ديالهم، تيجاوبوا، كتكون توصيات، كيترفع واحد التقرير كيمشي للجلسه العامه، تيتناقش في الجلسه العامه بعد القرار يكتب. اذا هذه المسطره مهمه جدا، لانه الصلب ديال المراقبه الحكوميه في جميع الدول الديمقراطيه كينكب على مراقبه صرف الاموال. طبعا الوسائل العمليه باش تقوموا كمجلس كبرلمان يعني صعيب توفر، وهي متوفره لدى المجلس على الحسابات، والدستور تيسمح للبرلمان باش يعمل هذا العمل مع المجلس على الحسابات، وبالتالي كاين واحد التكامل ما بين المراقب الاساسي للحكومه اللي هو البرلمان، والتفاعل اللي كاين والتعاون مع المجلس على الحسابات اللي تيقدم له يعني المساعده التقنيه ديالو في تحديد هذه التقارير. وبالمناسبه اشير الى انه سبق للمكتب انه كتب المجلس على الحسابات خصوصا فيما يتعلق بصندوق المقاصه، والمجلس على الحسابات يشتغل الان لتحضير هذا التقرير بطلب من المجلس على مجلس النواب، واول مره مجلس النواب طلب تقرير للمجلس على الحسابات وهو يشتغل في الاتجاه. وهذه اللجنه غتكون المكان الطبيعي لتلقي ومناقشه هذه التقارير. نمر الى المحور الثالث اللي هو مسلسل مناقشه وتقييم السياسات العموميه. تقريبا نفس الفكره، ولكن ما كترتكزش فقط على الاموال، كتشوف الموضوع ديال تقييم السياسات العموميه ومدى بلوغ السياسات العموميه الاهداف التي صرحت بها الحكومه. وهنا تعاون عوض ما يكون مع المجلس على الحسابات كيكون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اي هذه التقارير غادي يطلبها المجلس النواب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي او لمؤسسات اخرى اذا كان شي موضوع عنده واحد الطابع خصوصي. اذا تكلمنا مثلا عن حقوق الانسان يمكن يطلبوا المجلس الوطني لحقوق الانسان او غيره. وثم هذه التقارير كتجي هنا لم نحدث لجان جديده، لانه هذه الامور يعني عندها ارتباط باختصاص ديال اللجان، وبالتالي توزع هذه التقارير على اللجان المختصه. اذا كان شي موضوع تهم جوج اللجان يمكن الاجتماعات تكون في اطار لجنه مشتركه، يستدعى الوزير، يسأل، يجيب، ترفع توصيات، يحدد التقرير، يناقش التقرير، تترفع للجلسه العامه وتتنشر. اذا هذا حتى هو موضوع مهم جدا، وهذا عنده ارتباط مع واحد الالزاميه دستوريه اللي مازال ما فعلناها، اللي هي مناقشه السياسات العموميه مره في السنه. المفروض انه مره في السنه نستدعيو الحكومه ونناقشوا سياسات عموميه وتقييم ديال السياسات العموميه. وهذا الامر هذا مازال ما فعلناه، ونفعلوه في اطار هذا المسلسل هذا، بحيث الاشغال ديال اللجان تعد اشغال تحضيريه لهذه الجلسه السنويه العامه. المحور الرابع تفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه. هنا المكتب خضع على العاتق ديالو والاجباريه ديال المكتب ان يعني يوفر الوسائل الماديه والعمليه والتنظيميه لتفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه داخل عمل البرلمان. كذلك ابرام اتفاقيات مع كل الاجهزه يعني الرسميه، وخاصه مثلا المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه لتحسيس على اللغه الامازيغيه، ولمساعده كذلك البرلمان والمجلس على ادماجها سواء في الحياه العامه او في يعني عمل البرلمان. المحور الخامس المساواه والمناصفه. بعض الاجراءات اللي تم اعتمادها في النظام الداخلي، اولا تمثيليه المراه والشباب كذلك لابد ما تكون في كل التمثيليات، يعني لا يمكن ان يكون هناك هيئه او كذا ما تكونش فيها يعني تمثيليه المراه. تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور يعني تشكل بقرار من مكتب مجموعه عمل عندها الطابع مؤقت لانه فيه ملاحظه ديال المجلس الدستوري راعيناها بهذه الطريقه. اذا غادي تحت واحد مجموعه عمل تحت اشراف ديال المكتب مكونه من رجال ونساء التي تطلع باشكاليات تطوير يعني مشاركه المراه بصفه عامه في العمل يعني وبلوغ المناصفه وفي العمل البرلماني على الخصوص وغيره. يضع مكتب المجلس تحت تصرفها الوسائل الماديه والبشريه
متعلقة بهذه الأهداف. كذلك تمثيلية النساء كاين الإلزامية الآن التي أقرناها أنه في أي ترشيح لمناصب ما الفريق الذي يرشح أكثر من 2 يجب أن يرشح الترشيح الثالث من مرأة برلمانية. فوق ما فريق معين كيرشح 3 ديال المرشحين يمكن 2 يكونوا رجال ولا بد على الأقل وحدة تكون مرأة برلمانية. إذا في الترشيحات تراعى الثلث في الترشيحات من طرف الفرق وصنفناها بالشكل اللي كتشوفوا هنايا باش يعني كل صنف من التمثيليات تكون فيها هذه التمثيلية. المحور السادس حقوق المعارضة كاين فصل 10 من الدستور مهم. إذن هنا غادي تراجعوا كل هذه الأمور التي تعطي حقوق تمييزية للمعارضة. نعطي غير مثال بلا ما نقراها كلها. مثلا مقترح قانون قدمه فريق المعارضة ولم يناقش في اللجنة بعد مدة زمنية التي هي المدة القانونية لفريق المعارضة أن يطلب في أول جلسة تشريعية مبرمجة أن يبرمج هذاك المقترح قانون ويأخذ 10 دقائق باش يسأل ويحط عين رأي العام علاش هذاك المقترح قانون ما تبرمجش وتأخر، واش فيه شي تعسف ديال الحكومة أو غيره إلى آخره. إذن هذو حقوق كلها. مثلا ملتمس الرقابة المدة الزمنية ديال ملتمس الرقابة يمكن يقترحها فريق من المعارضة، لجان تقصي حقائق إلى غيرها، لابد أو الرئيس أو المقرر يكون منها والاختيار يعود إلى الفريق ديال المعارضة إلى غير ذلك من الحقوق. إذن أمور المحور السابع مشاريع ومقترحات القوانين. هذو بعض يعني تغييرات في مسلسل التشريع كثير ما يدخل في كل هذه المواضيع. هنا أشير فقط على أنه يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، هذا إجبار دستوري في الجلسات العامة. اللجان لها يوم إجباري للتشريع، هذا كذلك شيء جديد اللي هو الأربعاء. يعني الأربعاء لابد من تجتمع اللجان وتخصص هذا الاجتماع يعني 2 الإجباريات. أولا اجتماع اللجان إجباري يوم الأربعاء طالما لها قوانين ونصوص طبعا، وثم تخصص هذا الاجتماع للتشريع وليس لاستقبال وزير أو مناقشة معه موضوع من المواضيع. يمكن نجتمع في مواضيع أخرى طبعا سواء للتشريع في أيام أخرى أو لمراقبة الحكومة. كثير من اللجان الآن تجتمع 3 في العشية وكتجتمع على 4. إجراءات كذلك اللي تم التنصيص عليها ديال التدخل اللي يمكن يكون ما بين 2 مقترحات القوانين في نفس الموضوع، أو نوع من كذلك الصراع اللي يمكن يكون ما بين المقترح القانون والمشروع القانون الذي أتى من بعد إلى آخره. إذن أجوبة صريحة اللي كاينة في النظام الداخلي واللي كتجاوب على الإشكالات الآنية اللي موجودة حتى الآن. الأجالات ديال البث في مقترحات القوانين إلى آخره. كل هذه الأمور لرفع من الإيقاع ديال العمل التشريعي. الدبلوماسية البرلمانية هذو فقط بعض العناصر غير اختيارات بعض الرسائل الأساسية. الشعاب الوطنية الدائمة، التنظيم ديالها، التتبع ديالها، النتائج ديال العمل ديالها، التقارير، التوزيع ديالها، التنظيم إلى آخره. مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، نشر رائحة الوفود إلى آخره. المقتضيات المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، إشارة إلى أنه المكتب منكب حاليا على ورقة خاصة اللي هي ورش آخر ديال تطوير العمل الدبلوماسي في المغرب. المحور التاسع مجموعات العمل الموضوعاتية. هادو يعني كثير من المواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام، وهذه المواضيع ربما ما غنلقاوهاش بتلقائية في اللجنة، وبالتالي يعني يمكن المكتب يكون مجموعة عمل في واحد الموضوع معين. كثير من المواضيع مثلا غيدير واحد مجموعة عمل في موضوع الشباب مثلا، أو غيدير مجموعة عمل في موضوع مثلا حماية البيئة وامتداداتها الاقتصادية، أو أمور متعلق بحماية المستهلكين أو إلى غير ذلك. أي موضوع كاين اهتمام فيه بغى البرلمان يدير فيه المجلس بغى يدير فيه شي دراسة أو يسأل الجمعية ديال المجتمع المدني إلى آخره، يمكن يكون مجموعة ويشتغل على هذاك الموضوع ويدير واحد التقرير، ثم هذا التقرير تيحيلو على المكتب والمكتب تيشوف ديك الساعة المراحل المقبلة المتعلقة به. المحور العاشر علاقة بجسم المؤسسة الدستورية وهيئة الحكامة. هذا فقط
يعني تذكير بأنه نظام داخلي قنن طبيعة العلاقات ما بين مجلس النواب ومجلس على الحسابات، مجلس النواب مجلس الاجتماعي ومجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية تلك المتعلقة بالتي نسميها المؤسسات الدستورية وهيئات الحكم. وعندكم لائحة لها في 64. محور 11 قبل الأخير موضوع الحضور وانتظام العمل ومواظبة النواب على عمل المجلس. كان فيه كذلك مجهود في هذا النظام الداخلي. بعض القرارات اللي كانت اتخذت على مستوى مكتب المجلس نقلناها في النظام الداخلي أصبحت عندها سند قانوني. هذه المقتضيات كانت فقط الجلسات عممناها كذلك على لجان. طبعا هذا الامر هذا كيعطي واحد السند اقوى في مجال يعني الحضور، طبعا يتواكب واحد المجهود اكبر كذلك على مستوى التفعيل ديالو باش يعطي الثمار ديالو. ولكن بالمناسبه هذا جانب الحضور تنشوفوه من الناحيه القانونيه حتى من الناحيه التحفيزيه اللي تنشوفوا هذيك الجاذبيه ديال العمل البرلماني التي راجعنا فيها بعض المقتضيات. أخيرا وليس أخيرا مدونات السلوك والأخلاقيات اللي كان بها صاحب الجلالة في الدخول البرلماني ليس الأخير بل قبل الأخير لسنة 2012. هذه المدونة الأخلاقية لها طابع قانوني كتذكر بعض المبادئ. المبادئ هي أمامنا هنا. إذا إطار الصالح العام، هذه المبادئ طبعا إذا قريناها كل واحد يفكر أنها تحصيل حاصل، لا، ولكن من ضروري باش نفسروا بوضوح شنو هي المبادئ الأساسية اللي تخصها تكون الأساس ديال الأخلاقيات البرلمانية. إذا إطار الصالح العام أي أنه المصلحة العامة هي فوق كل اعتبار أكثر من مصلحة فئوية. الاستقلالية ديال النائب البرلماني ينتمي إلى تيار سياسي، ينتمي إلى فريق، ينتمي إلى حزب، ينتمي إلى مهنة، ينتمي إلى أسرة، لكن يجب أن يتعامل بطريقة التي تجعله مستقل وليس أي علاقة تبعية مع أي أحد، لأن هذا الجانب هو مهم التركيز عليه. المسؤولية والالتزام، الأمانة والاستقامة. إذا هذه المبادئ بعد ما نذكروها تكتفيش فقط بذكر المبادئ، ولكن كاين قواعد عملية التي يجب احترامها. منع مثلا تأسيس جمعية للدفاع عن المصالح الشخصية، منع عقد اجتماعات على طابع خاص، تجنب استعمال ألفاظ أو عبارات يعني فيها تهديد أو ترهيب أو استفزاز أو شتم أو كذا. طبعا إجبارية الحضور، تذكير ببعض يعني الإلزاميات الأخرى تصريح بالممتلكات، امتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية في عملية إشهارية أو تجارية، تصريح بكل نشاط مهني جديد، عدم التخلي عن الانتماء السياسي، إشكالية الترحال، إنشاء موقع إلكتروني، هذا شيء جديد، إنشاء موقع إلكتروني اللي خص كل نائب يكون عنده طبعا بمساعدة المكتب اللي يبين فيه الأداء ديالو الأسئلة، المقترحات القوانين، التقارير إلى غير ذلك. فيسبوك حالة تضارب المصالح، مسألة مهمة جديدة نص عليها القانون. نائب برلماني يناقش قانون وهو معني بهذا القانون مثلا، أو يراقب الحكومة في موضوع ما وهو معني مباشرة له مصلحة في هذاك الموضوع، كيف يجب تدبير مثل هذه الحالات اللي يقننها النظام التقليدي، استعمال وتسريب المعلومات إلى آخره. وكل ذلك المكتب يعني هو الجهة التي تشرف على التأكد من احترام هذه يعني الضوابط وهذه القواعد. يعني المكتب يحدد داخل أو يعين داخل جهاز المكتب نائب أو نائبة أو نواب الذين يشرفون على تطبيق هذه المقتضيات ويصدروا تقرير سنوي في هذا. إذن كملت العرض اللي كما كان متوقع أطول مما صرحت به سابقا، كانت نية صادقة ولكن نفتحوا الأسئلة.